سعيد بن خلفان بن سعيد الرواحي، أحد المنتسبين لنادي الرستاق. حقيقة بداية نشكر نادي الرستاق المتمثلة في اللجنة الشبابية على هذه المبادرة الطيبة التي لمسناها من خلال وقوفهم مع الشاب والمبدع الأستاذ يوسف السالمي، الذي دائما هو مؤثر في هذا الجانب في ولاية الرستاق من حيث التغيير والتحديث في هذا الجانب، وهو الاهتمام بالفلك. حيث كانت بداياته هذا الرجل وتابعناه منذ بداياته بسيطة جدا وبجهود ذاتية، حيث قام بعمل من خلال السنوات الماضية وبجهوده الذاتية أؤكد على مشروع بسيط لرؤية الأفلاك والأجرام السماوية. ولكن حقيقة في الآونة الأخيرة تفاجأنا بما وصل إليه هذا الرجل وهذا الشاب من أفكار وابتكارات وإبداعات في الوصول إلى ما وصل إليه اليوم. حقيقة ما وصل إليه اليوم لهو فخر لكل شاب منتمي لهذه الولاية وهي ولاية الرستاق، حيث قام بابتكار فكرة أن يكون له عربة متنقلة ليكون معرض في جميع ولايات السلطنة، لم يكن متركزا مثل السابق في ولاية أو الرستاق وفي قرية الحوقين، حيث كان قد يكون شاق لخارج الولاية أن يزور هذا الشاب ويتعرف على ما يكون في داخله من مكنونات ومن معلومات ومن اهتمام بالفلك. وصل والحمد لله إلا أن يقوم هو بزيارة الآخرين وإثراء ابتكاراته وإبداعاته. حقيقة في هذه الأمسية اليوم لاحظنا الكثير من الأشياء التي كنا نغفلها فيما يخص الفلك من حيث النجوم، الكواكب السيارة والنجوم تفاصيلها، معلومات عنها، والحمد لله رب العالمين. نهنئ أنفسنا بداية على هذا المشروع الكبير الذي وصل إليه الأستاذ يوسف السالمي. وفي نهاية هذا اللقاء حقيقة أؤكد شكر وتقدير لنادي الرستاق على وقوفه المتمثل لجميع الإبداعات الشبابية، وهو ما لمسناه اليوم من خلال تكريم الأستاذ يوسف على هذه المبادرة الطيبة. كذلك نشكرهم ونشكر الأستاذ صالح السلماني على تكبده عناء قد يكون السفر من عمق الولاية إلى هذا المكان، وذلك تحفيزا للأستاذ يوسف السالمي، وجزاه الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.